ابن سعيد معشي الذيب، وابن سعيد متازي ابن سعيد والسعيد من العليان من الدغيرات من عبده من شمر. وقصة متازي انه كان يعني بليلة من الليال كان عنده ناس من جماعة وتقهوون، فجأة لاح يعني على ضوء النار ذيب. وغريب يعني الذيب بالعادة ما هو كلي يقترب من البيوت، او حتى الحلال القغير ما يجرب له الذيب، هذا اقترب من البيوت. فقاموا اللي عنده اللي خذ سلاحه واللي خذ بندق واللي قال اصبر اصبر اصبر، قالوا الذيب، قالوا اصبر اصبر، يقعدهم هو يقوم انت يا متازي، طبعا معه سلاحه. يوم انه قرب متازي يعني يعرف طباع الذئاب انه ما تجي، هذا ما جاء الا في شيء. قرب لقى الذيب هذا ما ابو سنون، يعني بلغ من الكبر عتيه، يعني كبير بس مستحيل يفرس ما يقدر ياكل. يوم انه ذبحه والجوع الغنم قدامه بس ما يقدر يعمل به شيء، ما ابوه نيبان، كأنه يعني خلاص بلغ منه الجوع يعني منتهى، كأنه يعني زبن زبنه. وكانت يقولون انه ان تلابى يعني القبيلة يوم انها شافته انه طردته وانه هذا الخلط ويركض اكثر ويزبن على البيت على اساس انه تلاب كثيرة، هو ذيب لكنه كبير. فيوم انه قرب له ابن سعيد وراعى له، ابن سعيد اللي سواه ما سواه يبي الشهرة، لو كان سواه يبي الشهرة سما انتشر. بو ناس واجد فعلوا افعال كبيرة لكن ما هي لله، وانما يعني يقصدون الرياء والسمعة. سبحان الله ما تتب وقته، لكن ابن سعيد تحركت يعني الرحمة عنده. يوم انه قرب للذيب، الذيب اقعى وهو يقوم وهو يدعي واحد ان قال هكطلي وهو يذبحه، وهو يجدع عند الذيب، ويقعد الذيب يعض يمرمى ما يعمل شيء ما يشلق شيء، ما ابو نياب ولا ابوه، خلاص يعض يعني. وهو يقوم انت يا ابن سعيد وهو ياخذ القدين ويقعد يقطع للذيب قطع صغار ويجدع له ويقعد يزرق الذيب زرق لين ما ابو سنون. طبعا هذه يمكن بعض الناس يقول هذا ذيب يا اخي انسان اذبحه، لا الذيب بلغ من العمر يعني هالقدر ما في هذيه، لا راح والله يذبح رجل ولا راح يذبح يعني شاة ولا، خلاص انتهى خطره، بقي الرحمة تصير حتى الكل شيء ضعيف. فقام ياكل الذيب وراح. يقول الروايات انه بعد 4 ليال جاء الذيب مع نفس طريقه، يعني خلاص يعني عارف ان هذا يعني الوحيد يمكن اللي هو يقدر يثق به ويامنه، والرجال اللي حس انه يقدر يعيشه طالما انه ما يقدر يعتاش. فقام ابن سعيد يجدع له لحم ويروح يدخل بهالضلع 3 مرات اللي يجي كل ليلة، يعني كل مرة بعد 4 ليال وياكل وانقطع. عقب يعني المرات هذه انقطع الذيب. فيوم وانقطع أرسل ناس قال الذيب، وهم يروحون يدورونه ويلقونه ميت. فانتشر عند الناس معش الذيب، يقول الذيب يوم انه عاوى يبي الأغناء قلت خروف أهل طرية الحومي، جر الخروف وبشر الذيب بالغام يقول ضيفت من عنان لزومي. وصار يضرب بها المثل ومعتاد بالروضان من حرب جاور العليان والسعيد. ويوم انهم عاد بغوا يتفارقون قال ابيات حلوة قديمة، البارحة بالقلب شيب وتشيب والقلب من طرية تفاريق الشابي، وقامت تهل العين دمعة صبيب، ما هو على اللي ينقشن ثيابي أولاد علي مدلهين لجاني مع نزلهم كثرة 3 نوابي، قلته وانا ما انا مدور مواجيب، تلقى شهودي في مثاني جوابي من قبلهم. يذكر عطشات هالذيب عشاه يوم اقفن عليها الكلابي. يقول انا هي طيب وهذا معروف، لكن قبل يذكر انه عش الذيب يوم انها اقفت عليها الكلاب، يعني يوم ان الكلاب تونشعت الذيب وطردته. منتديات الخير الشعبي.